إدارة الزمالك بتعمل أوحش حاجة ممكن تعملها في الدنيا وتهد الزمالك. في لعيبة كتيرة خلاص ابتدت تفيض بيها، منهم أحمد حمدي، واللي عمله طبعا غلط اللي عمله إن أنت تنزل استوريهات وتتريق على النادي بتاعك، ولكن هو عنده حق في حاجات كتير والإدارة مش موجودة. ملف تجديدات اللعيبة اللي لسه زي حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد ولاعيبة كتيرة تانية، طبعا أنت معرفتش تجدد لها، منهم زيزو اللي رحل ومنهم كتير وأنت فشلت في ده. ملف كمان بتاع جون ادوار وتعيينه مدير رياضي وتعيين مدير الفني واختيار الصفقات الجديده، وان المفروض الدوري خلصان من بدري، واخر ماتش ليه كان رسمي كان ماتش الكاس اللي هو كان بتاريخ الخميس اللي فات يوم 5/6، ولحد دلوقتي لسه ما عملتش برضو اي حاجه. فده كله يقول لك ان في فشل اداري ذريع. والفشل ده سببه ايه بقى؟ سببه ان هم مش كلهم ايد واحده مع بعض، وان كلهم في تخبط، والاداره الفنيه هنا، ومجلس الاداره هنا، ولجنه التخطيط هنا. مع اني انا مطلع لجنه التخطيط بره الموضوع لان هي بتحاول تعمل عليه، ولكن مجلس الاداره جميل خالص. وانا بقول لك ان لو المجلس ده ما بعدش عن ملف الكوره تماما 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 كانه مش موجود، انسى انك هتعمل فريق، وانسى انك هتجيب صفقات، وانسى انك هتعمل اي حاجه، لان في ناس مخلصه مع الزمالك ولكن مستنيين التوقيع الرسمي. والتوقيع الرسمي مش شايفين الا لما ايه؟ لجنه التخطيط قالت ان يبقى في مدير فني عشان هو اللي اختار عشان نعرف نحاسبه اخر الموسم، وده الصح. لكن مجلس الاداره لسه مش عايز يعين جون ادوارد، لسه مستني عليه شغل. ما تفهمش هم ليه بيعملوا كده، او ليه مأخرين في كده، او عايزين ايه، يعني هم محتاجين ايه. ولكن مجلس افشل مجلس اداره شفته في حياتي ومش هشوف زيه.